اوبا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا منتجات جديده. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين دخلت على نون، طلبت شويه حاجات وهي وصلت، وهنبدا معاكم النهارده في 4 منتجات جداد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ولو عملت شير يبقى كتر خيرك. ولو عندك اي منتج جديد حابب ان احنا نجربه حط صورته في الكومنتات او اسمه، وانا اوعدك ان انا هكون بجيبه. ويلا نبدا عشان ما اتاخرش عليك. ادينا نفتح الكرتونه ونطلع ال4 منتجات بتوعنا. طبعا في حاجات تانية مش هوريها لك دلوقتي. ادي ال4 منتجات بتوعنا بتوع النهارده. يلا نجرب كل واحد لوحده. اول منتج معانا النهارده هو V7. تمام. مكتوب عليه بينا كولاد، مش عارف يعني ايه بصراحه. مكتوب فوق برضو منتال اند ايمون بوستر. ده انجليزي ليه يا مرسي؟ مين؟ منزل انجليزي؟ لا، مال ده يا مرسي؟ فيومي. فيومي ايه؟ انجليزي. مش فاهم اي حاجه الحقيقه. تمام. بس هو مكتوب عليه جوز الهند، وتقريبا ده اناناس يعني ايه. بصوا كده معايا. تمام. يعني مش عارف، انا مش عارف اترجمه بصراحه قوي يعني. تمام، لان انا بكره الانجليزي. بس ده شكله يعني ده هو في جوز الهند، وفي تقريبا ده اناناس يعني تقريبا. تمام. مبدئيا هو التغليف بتاعه يعني روقان طبعا، يعني فكره ان هو يحط بتاع كده عشان التراب ما يخشش وانت بتشرب بقى وتبقى البتاعه دي مبهدله جوه، فدي فكره عظيمه يعني. فاحنا ايه، هو كان بيبقى ليه فتحه من هنا المفروض، صح ولا ايه؟ هو تقريبا رافض ان هو يتفتح معانا. فتح. تمام. لا انتوا، انا لازم اجيب لكم كوبايه عشان اوريكم شكله الحقيقه. طبعا انا عشان اجيب الكوبايه مش بالسهل ان انا اجيب كوبايه طبعا يعني، يعني في حوادث حصلت جوه ماشي، وزي ما انتم شايفين اتبهدلت كده، فمش مشكله بقى. بس طبعا مش عارف اغير عشان المكان اللي بصور فيه مش معايا فيه تيشيرتات تانية. تمام. فيعني استحملوا بقى بدي الحلقه بالميه دي معلش. نوصل للمنتج بتاعنا. الحمد لله بيعمل بقليل اهو. تمام. انا المنتج ده ما قلتلكوش على سعره. تمام. ده عامل 13 جنيه الا ربع، يعني قول 13 جنيه كده، كانت هتسيب له الربع جنيه تبس. تمام. عامل 13 جنيه الا ربع. يعني هو شكله تحس ان انت بتشرب فوار، ده شكله. كان عامل زي البتاع التاني الليمون اللي احنا جربناه في حلقه قبل كده دوت. لا بس جوزة الهند باينه فيه قوي. هو جوزة الهند، بس انا مش قادر احدد التاني ده ايه بصراحه، يعني ده اناناس ولا ده ايه ده. يعني هو الشكل بيقول اناناس فيبقى هو اناناس، بس هو حلو يعني. طعم جوزة الهند فيه باينه عن الاناناس بصراحه. هو حلو مش وحش، بس مش عارف يعني هل 13 جنيه كتير عليه ولا ايه، مش عارف. لا هو تمام حلو. نخش بقى على المنتج التاني اللي هو برضو V7. تمام. بس مكتوب عليه انتي ستريس اند ايمون بوستر. يعني كتبوا كلام غريب جدا يا جماعه بجد، وانا مش عارف انا اللي حمار انجليزي ولا ايه. ليمون مينت ويز بلب. يعني هو الليمون ماشي تمام، احنا عرفنا ليمون.
بلب ده ايه انا مش عارف الحقيقه، بس تقريبا بلب ده هو مكتوبه يعني. بصوا هو مش عارف ده شكل نعناع بقى ولا ده ايه. تمام يعني هو ده شكله الليمون هو تقريبا ليمون بالنعناع تقريبا يعني. فده سعره عامل 13 جنيه الا ربع برضه. تمام فنفتح. شكل الليمون فيه عامل شغل ده. ف ليمون يعني. بص شكله عامل ازاي. هو برضو الحاجات يعني هو تقريبا المنتج كله بحس ان فيه شوائب كده مش عارف ليه، او مش شوائب يعني تحسه مش شفاف. المنتج مش شفاف، مش ان انت تشوف الحاجه اللي وراه. مش عارف هو عامل ريم كده وبتاع، بس يعني قشطه هندوق. لون اخضر وحبشتكنات يعني. وحش قوي، وحش موت. انا مش لاقي فيه طعم الليمون بصراحه، يعني ممكن تقريبا هو النعناع هو اللي طاغي على الليمون قوي يعني قوي. يعني نعناع. لا الليمون فيه ضعيف قوي، ويعني لا مديله طعم مش حلو بصراحه. يعني اتهيألي لو الليمون كان طعمه اقوى من النعناع كان ده يبقى تمام. انما الليمون طعمه اوفر قوي بصراحه فيه. مش عارف لا ما حبيتوش. يعني ده ممكن ياخد 3 كده يبقى انا مجامله بصراحه. 3 من 10 يعني. مش عارف لا مش قد كده بصراحه. ده 3 من 10 حلو قوي عليه. خش على اللي بعده. والمنتج الثالث معانا هو برضو V7. تمام بس بطعم ايه بقى؟ البلو بيري. ادي الشكل. تمام البلو بيري برضو يعني انا برضو مش بحب البلو بيري قوي فاهم، فبس هنشوف يعني ممكن ده حببني فيه. ده عامل 13 جنيه الا ربع برضو. تمام والسعر معقول يعني بصراحه، بس الاطعمه هي اللي ممكن تبقى مش معقوله. تمام نجيب كوبايتنا الجميله وننزل. اوه فانتاستيك يعني يفتح النفس. ادي شكله. تمام ازرق يعني برضو رغوه كده فوق. مش عارف حاسس اني ما حبيتوش. مش لا مش جاي معايا يعني. هتحس فيه لزعه كده في بقك، ما دي اللي بتقفل معاك في الاخر كده تخليك مش مستلطف الطعم اصلا. مش عارف ولا عشان انا اصلا ما بحبش البلو بيري اساسا يعني ولا ايه. ما مش عارف مش قد كده لا. يعني ده اديله 5 من 10 مثلا. يعني الناس عامله مجهود فاهم. لون ازرق وبتاع وحبشتكنات وكده، بس ياخد 5 7 من 10. ما حببنيش البلو بيري بصراحه. نيكست. نيجي بقى ايه البرنس بتاع النهارده بقى. ما هو لازم ايه التقيل ده بيبقى في الاخر. بص يا معلم المنتج ده اسمه روش. تمام جوافه. ده بتاع الجوافه. انا مش عارف هو في منه طعمات تانية ولا لا. تمام اهو راوخ. اسمه روخ معلش هو تقريبا اسمه روخ يعني هو بالانجلش تقريبا غير العربي. اسمه روخ شراب الجوافه المتألق بدون مواد حافظه بدون مواد محليه. تمام مكتوب عليه ايه بقى من بره هنا؟ محتوى الفاكهه 30% ومش عارف ايه. المستورد مصر. تمام يعني هو مستورد مش مصري. اللي هي المفاجاه بقى هنا في البتاع ده يعني. تمام بصوا شكله. اي ده شكله. تمام هو 335 مللي 355 سوري. يعني هو اكبر من الكندي العادي بشويه، عشان كده تحسه طويل شويه. المفاجاه بقى في سعره. يعني انت تخيل ده بكام يعني. ده على امازون جايبه من امازون من نون سوري ب 48 جنيه ونص. دي ب 48 جنيه ونص.
فانا مش عارف بصراحه ايه اللي يخليني ادفع 48 جنيه ونص في حاجه زي كده. يعني كان ممكن اجيب كيلو جوافه، فاهم؟ يعني لو جبت كيلو جوافه تقريبا مش هيدفعني 48 جنيه ونص. بس اكيد في حاجه بقى، في حاجه مميزه تخليني ادفع 48 جنيه ونص في مشروب زي ده. تمام، احنا يلا نجرب. نجيب كوبايتنا العظيمه. يلا فين الصب. يعني بصوا هو ايه، القوام بتاعه تحسه تقيل شويه. تمام، بس يعني هو من المنظر، عارف عصير ياهو؟ معرفش هو بقى موجود دلوقتي ولا لا، اللي هو كان في ازاز ده. يعني هو ده كان عامل زيه كده في الشكل. يعني احنا لسه هندوق. ايه بقى 48 ونص راحوا فين؟ عصير ياهو بالظبط عادي. يعني حتى هي مش محصله الجوافه بتاعت البيت، لا هو عصير ياهو بالظبط. للاسف مش عارف العصير ده موجود دلوقتي ولا لا. بس الازازه دي تقريبا كان تقريبا كانت ب 20 جنيه تقريبا، حاجه زي كده. وما كانتش كده بقى، دي كانت لتر بقى وحاجات كده كبيره يعني. يعني ده تكلفه الازاز بتاعتها اصلا كانت اغلى من العصير اللي جوه. فدي ب 48 جنيه ونص. يعني هي عشان مستورده، ولا احنا عشان عندنا عقده الخواجه، ولا انا مش فاهم. يعني الناس بقى اللي ممكن تشوف الحاجه دي في السوبر ماركت وتجيبها، اللي هو تقول لك لا ده مستورد، فاكيد بقى فيه الجوافه تمام التمام ومش عارف ايه لا، ما انصحكش تعمل كده خالص. يعني ده لو شفته ما تجيبوش. انت تجيب كيلو ونص جوافه وانت مروح البيت، انت تاكل انت وعيالك وتعمل عصير وتنزل للجيران كمان. يعني انت ده هو ما يعملش كوبايتين اصلا. يعني فاهم، انا مليت كوبايه وفي تقريبا يعني يملى كوبايه تاني. فانت بتجيب ب 48 جنيه ونص ليه؟ انا هنزل لكم كمان يعني هنزل لكم سعره من على نون، من زي ما انا جايبه في الفاتوره. هنزل لكم على الفيديو. ليه 48 جنيه ونص؟ يعني غريب جدا. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تمام، قفلناها ب 48 جنيه ونص اللي راحوا هدر دول. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. ولو عندك اي منتج جديد حابب ان احنا نجربه هنا، ممكن تحط صورته في الكومنتات او تكتب اسمه، و انا اوعدك ان هجيبه هنا وهقول لك اذا كان هو تمام ولا اي كلام. واشوفك بخير الفيديو الجاي. سلام.